انت زي اخويا. معلش انت زي اخويا. انا اسفة. انا حاسة ان احنا اخوات. معلش انا شايفة ان انت بالنسبة لي اخ. انا مشاعري ناحيتك اخويا. ايا كان بتتقال ازاي، بس هي دي الجملة دي عارفة انتوا تسمعوها اعصابكم بتتعب وبتحسوا ان انتوا ايه ده، في ايه. فلانه اكيد انت عمرك ما هتروح تقول لواحدة ان انت بتحبها او ان انت عندك مشاعر ناحيتها غير لو حسيت انه هي احتمال تقبل مشاعرك. في 3 اسباب بيخلوا البنات تقول الجملة دي، او بمعنى اصح الجملة دي ليها 3 معاني. انت زي اخويا يعني ايه في قاموس البنات؟ لان انتوا عارفين يا ولاد يعني يا رجالة انه احنا مش كل كلامنا ليه معنى واحد زيكم. يعني انتوا كذا يعني كذا، بس احنا يعني احنا كبنات ممكن نقول نفس الجملة وليها كذا معنى، واحنا نفسنا ما بنبقاش مكتشفين المعنى ده، او يعني الموضوع معقد جدا. بس انا هقول لكم ال3 معاني الاساسية لكلمة انت زي اخويا اللي البنات بتقولها. اول معنى، هي بتخلع بشياكة. هي مش عايزاك وانت مش عاجبها، وهي بتخلع بشياكة وهي شايفة انه يعني كأنها عايز تقولك معلش يعني معلش انت مش سكسي بالنسبة لي ومش جذاب، وانا ما يعني انت ازاي، يعني انت ازاي قلت لي كده، انا مش ممكن ابص لك اصلا. بس هي قالتها لك بطريقة شيك جدا، كتر خيرها. فقالتها لك، قالت لك انت زي اخويا. هي بتخلع بشياكة، فكك منها خالص وصباح الفل يا معلم كده، انت خلاص كده ما تحاولش معاها تاني عشان كرامتك. المعنى التاني، هي فعلا شايفاك زي اخوها. ولو هي شايفاك زي اخوها فدي حاجة كبيرة قوي. طبعا هيبان لو هي بتخلع من لو هي شايفاك فعلا زي اخوها. لان لو هي شايفاك زي اخوها هتبقى فعلا واثقة فيك ومعتبراك سند ليها ومعتبراك ظهرها فعلا، ومعتبراك انسان مهم جدا في حياتها. يعني لو هي حطيتك في مكانة انت زي اخويا بس هي كانت قصدها مش بتعتذر بيها، يعني قصدها بجد، فهي عندها مشاعر بيور جدا ونظيفة جدا ناحيتك. حافظ عليها، حافظ على البنت دي في حياتك، حافظ على الشخصية دي في حياتك، وما تحاولش تخسرها بأي طريقة، ما تحاولش تزعل منها، وما تحاولش تاخد الكلمة انها اهانة او تحاول معاها تاني في موضوع الحب، لان هي فعلا حطتك في مكان اعلى بجد. يعني لو هي شايفاك فعلا زي اخوها مش بتخلع. السبب التالت ده بقى هو الأسطورة، انتوا ما بتبقوش عارفينه. ده كده انا دلوقتي بكشف سر من اسرار البنات ومش عارفة ليه بعمل كده، بس قشطة. هقولكوا السبب التالت. انت زي اخويا ليها معنى تالت انت مش متخيله ابدا. معناها التالت، انا بحبك وعايزة اتجوزك، وعايزة اديك فرصة تعرفني زيادة او تاخد وقت في حياتي زيادة عشان تقرر انت كمان لو عايز تتجوزني ولا لا. هقولك ازاي، هفهمك اكتر ازاي. طب ليه قالت لك انا انت زي اخويا لما هي بتحبك؟ يعني ليه ما قالتلكش بحبك انا كمان لما انت قلت لها بحبك؟ عشان هي بتبقى باقية عليك. يعني هي بتبقى شايفاك فيك عيوب معينة، او بتبقى شايفة ان انت بتقولها بحبك بس انت قلتها بتسرع، او قلتها نتيجة هرمونات، او قلتها وعايز توصل لحاجة، او قلتها وهي عارفة ان لو قلتلك وانا كمان بحبك هتطلب منها حاجة وحشة. هتقول لها ابعتيلي صورتك مش عارفة ايه، طب خليني المس ايدك، طب خليني مش عارفة ايه. هتاخدها في حتة تانية، انت شايفها بنظرة تانية، هي عايزاك تشوفها بنظرة احسن. فطبعا لو قالت لك، لو انت قلت لها بحبك وهي عارفه شخصيتك، تبقى البنت درست شخصيتك. لو انت شخصيتك لو انت قلت لها بحبك وهي عارفاك وعارفه ان هي لو قالت لك وانا كمان بحبك هتقول لها طب يلا بينا، طب مش عارفه ايه، طب حاجات كده اللي هو في حاجات خارجه. هي البنت هتخسرك في اللحظه دي. لو هي كويسه هتخسرك فعلا، يعني مش هتقعد تدافع عن نفسها ومش هتدخل الموضوع في صراع ومش هتقعد تقولك ليه بصيت لي البصه دي والجو ده كله. بس هي بتقوم قايله لك رزعاك واحده انت زي اخويا. ليه بقى؟ عشان هي لو قالت لك ماشي انا كمان بحبك تعالى نتجوز، انت هتقول لها لا يعني نتجوز ايه، انا بحبك بس مش الدرجات دي، انا بحبك بس انا لسه قدامي وقت، انا محتاجه ادرس شخصيتك اكتر، انا مش عارفه ايه. طب ماشي. هي ما بتقولك زي اخويا بقى، هي بتديك الوقت ده اللي هو بتاع ادرس شخصيتك اكتر واعرفك اكتر ومش عارفه ايه، والوقت كله اللي انت عايزه من غير ما تقعد تضغط عليها، من غير ما تطلب منها حاجه مش كويسه، من غير اي حاجه. هي شالت نفسها من المعادله دي خالص. زي اخوها يعني هتقدر تتكلم معاك وهتقدر تعرفك بشخصيتها اكتر، وهتقدر تشوفك وكل حاجه وتشوفها وتعاملها كويس وتعرف حاجات عنها بس من غير ما تضايقها. فهي الكلمه دي صايعه جدا البنات بتستخدمها علشان
تنقلك من حتة لحتة تانية، او تنقلك من بصة انت بصصتها لها لبصة تانية من غير ما تخسرك. هي فعلا بتبقى مش عايز تخسرك، وقد تكون بتبادلك مشاعر حب اكتر من اللي عندك ليها، بس حب بشكل انضف كتير، ان هي حطك في مكان اعلى بجد. فبس كده، دول الثلاث معاني اللي انت زي اخويا، الثلاث معاني الاساسيين، عشان البنات ملهاش كتالوج يعني، البني ادمين ملهاش كتالوج عموما، بس دول الثلاث معاني الاساسيين. اتمنى يا جماعه ما تسمعوش المعنى الوحش بتاع انت زي اخويا اللي هو اخلع عياله من هنا. فبس كده، واتمنى كلكم تتحبوا وتحبوا وتتحبوا من الناس اللي انتوا بتحبوهم، ويا رب ما يكتب ابدا على حد ان هو يعيش بيسمع بس كلمه زي اخويا. وربنا يسعدكم كلكم.